السلام عليكم، كيف حالكم قبل البدء؟ لو سمحت اشترك في قناتي وضع لي لايك وتعليق جميل مثلك. استشهاد الصحفي الفلسطيني حسن أصليح فجر اليوم الثلاثاء 13 من مايو عام 2025 إثر قصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. كان أصليح يتلقى العلاج داخل قسم الحروق بالمجمع بعد إصابته في قصف سابق أثناء تغطيته الإعلامية، عندما تعرض لاستهداف مباشر من طائرة مسيرة إسرائيلية. يعد حسن أصليح من أبرز الصحفيين الفلسطينيين في غزة، وعرف بتغطيته الميدانية الشجاعة للأحداث، بما في ذلك توثيقه لهجمات 7 أكتوبر عام 2023. كان ناشطاً إعلامياً مؤثراً، حيث شارك متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو وتقارير من قلب الحدث. استهدافه داخل منشأة طبية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استهداف المرافق الصحية والمدنيين، وخاصة الصحفيين الذين يتمتعون بحماية خاصة بموجب اتفاقيات جنيف. نعت مؤسسات إعلامية وصحفيون زميلهم الراحل، مشيدين بشجاعته وتفانيه في نقل الحقيقة. وقد تداولت وسائل الإعلام رسالته الأخيرة التي عبر فيها عن إيمانه برسالته الإعلامية رغم المخاطر. رحم الله الشهيد حسن أصليح وأسكنه فسيح جناته. سيبقى صوته شاهداً على معاناة شعبه ورمزاً للصحافة الحرة في وجه القمع والعدوان.